الفرار، فكتم الناصر أنفاسه وضغط بيده على رقبة الطفل حتى فارق الحياة. حاول الناصر إفاقته ولكنه لم يفلح، فأخذه ليدفنه بالمزرعة. ومن هنا بدأت سلسلة جرائمه. توالت الجرائم البشعة في حق الأطفال حتى وصلت إلى أكثر من 13 جريمة، ومن بينهم ابن خطيبته السابقة التي أراد أن يشعل نيرانها كما فعلت هي به، وحاول أن يغريها بالتطليق من زوجها ولكنها أبت، فاشتعلت نيرانه أضعافا وقرر الانتقام منها بقتل ابنها، فتتبعه وأخذه إلى المزرعة المهجورة، وهناك اعتدى عليه بوحشية بواسطة آلة حادة. وكان هذا الطفل هو الوحيد الذي تم الاعتداء عليه بهذه القسوة، وكان هو القضية الرئيسة التي تمت محاكمة الناصر عليها في البداية. تم إلقاء القبض على السفاح عقب توقيفه لأكثر من مرة، هرب في إحداها وارتكب جرائم أخرى إلى أن ألقي القبض عليه وتم تصنيفه كمجرم جنسي تقع كافة جرائمه تحت الضغط النفسي واضطرابات الشخصية التي لا تعفيه من تحمل مسؤولية أفعاله التي ارتكبها. وقد حكم عليه بالإعدام شنقا. ومن المفارقات العجيبة أن عملية الإعدام لا تستغرق سوى 4 إلى 5 دقائق حتى تفارق الروح الجسد، ولكن السفاح استغرق 13 دقيقة حتى فاضت روحه لبريئها، وكأن المولى عز وجل أراد تعذيبه بكل روح أزهقها قبل أن ينال عقابه في الآخرة.